الزوجة دي رجعت من الشغل، سلمت على حماتها وجوزها ودخلت علشان تطمن على والدتها. بتنادي عليها لقيتها مش موجودة في البيت، فاستغربت جدا. فجوزها قال لها ما تتعبيش نفسك، مامتك مش في البيت. قالت له ازاي الكلام ده؟ هي ماما بتقدر تتحرك اصلا؟ هي فين؟ قال لها ما تقلقيش، انا وديتها دار مسنين. هنا من الصدمة كيس البرتقال اللي كان في ايديها وقع في الارض. قالت له دار مسنين؟ ازاي الكلام ده؟ وليه؟ هنا حماتها ردت عليها وقالت لها بصراحة أمك مخلية البيت ريحته وحشة، وإحنا ما بقيناش طايقين الريحة، وابني مش مرتاح في بيته، وأنا طول ما أنا قاعدة وشامة ريحتها بحس إن عايزة أرجع، فخلاص إحنا قررنا إنها تروح دار مسنين. قالت لهم إيه الكلام ده؟ مين اللي يقرر في الموضوع ده؟ أنا بنتها، أنا هروح أرجع والدتي. حماتها ردت عليها وقالت لها استني عندك، أنت رايحة فين؟ لا طبعا مش هترجعيها، ابني هنا هو صاحب البيت وهو اللي يقرر مين اللي يقعد ومين اللي يمشي. قالت لهم وانا مش قابله بالكلام ده، ولازم ارجع والدتي. فجوزها هنا قال لها وانت ايه اللي مزعلك؟ ده انا بفكر في راحتك، والدتك من ساعه ما تعبت وانت اللي شايله همها، لكن في الدار هياخدوا بالهم منها ويرعوها ويمرضوها، انت كفايه عليكي شغلك وشغل البيت. قالت له انت عارف انت بتقول ايه؟ انت عارف دار المسنين ده بيدخلوه ناس ملهمش حد، مقطوعين من شجره، لكن امي انا بنتها وده واجب عليا ان اخد بالي منها وراعيها. فحماتها هنا قالت لها اصلي حبيبتي انت طول ما انت في الشغل هي محتاجه حد يخدمها، ومفيش حد فاضي هنا عشان يخدمها. فمرات ابنها قالت لها يعني دلوقتي من ساعه ما قعدت على الكرسي المتحرك وبقت مشلوله مش لاقيه حد يساعدها، لكن لما انت زمان تعبتي وجالك مرض خطير ومحدش كان موافق ان هو يمرضك، مين اللي وقف جنبك؟ مين اللي كان بيراعيكي ويغسلك هدومك ويعملك اكلك ويديك الدواء؟ مش هي؟ علشان هي دلوقتي وقعت وتعبت تعملوا فيها كده؟ انا حماتها قالت لها بقولك ايه، كل اللي انتي قلتيه ده ملوش اي لزوم عندنا، لو رحت تجيب والدتك هخلي ابني يطلقك ويطردك كمان من البيت. هنا قالت لحماتها يطرد مين من البيت يا حماتي؟ انت ناسيه ان الشقه دي باسمي، وبما انكم بتخيروني ما بينه وما بين والدتي فانا اخترت والدتي، وتفضلوا اخرجوا بره. الحما كانت ناسيه ان الشقه باسم مرات ابنها. هنا قالت لابنها روح صالحها، حاول يصالحها. قالت له لا خلاص مفيش فايده، انا لا يمكن اعيش مع ناس زيكم. لو انتوا مكان الزوجه دي كنتوا هتسامحوا ولا كنتوا هتعملوا زيها؟ منتظره ردكم في التعليقات، وصلوا على النبي.